لو جينا نقارن بين مسلسل باتمان ذا انيميتد سيريس اللي تم اصداره سنة 1992 ومسلسل ذا سبيكتاكولار سبايدر مان اللي تم اصداره سنة 2008، فغالبية النقاد وعشاق الكرتون هيشوفوا ان الافضل هو مسلسل باتمان بدون منازع كمان، لانه قدم اسلوب فني مظلم ومميز جدا وكتابة عميقة للشخصيات خلته واحد من اعظم مسلسلات الابطال الخارقين في التاريخ ان لم يكن الاعظم كمان. ده غير ان هو اعاد تعريف شخصية باتمان في الرسوم المتحركة وقدم نسخ ايقونية من الشخصيات زي طبعا الجوكر، واللي انا شايف ان هو كان افضل فيلن في التاريخ كله، وكمان هارلي كوين وتو فيس. في حين ان مسلسل سبايدر مان هيظل طبعا رائع في القصة وتطور الشخصية، لكنه موصلش طبعا لنفس التأثير التاريخي والسمعة الأسطورية اللي حققها باتمان سنة 1992، وخصوصا كمان في فيلمه اللي كان بعنوان باتمان ماسك اوف فانتازم.